تمام. منذ السادس من شهر كانون الأول قامت الحكومة السورية المؤقتة وبدعم مباشر من دولة الاحتلال التركي بشن هجوم واسع ومنهجي على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب بمشاركة الفصائل المسلحة التابعة لها، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة من دبابات ومدرعات وطائرات مسيرة. ويأتي هذا الهجوم في سياق ممنهج تهدف على إحداث تغيير ديموغرافي قسري في المنطقة وتهجير السكان الأصليين إلى جانب العائلات التي لجأت إلى هذه الأحياء نتيجة سياسات الاحتلال التركي في منطقة عفرين، وفي إطار محاولات فرض السيطرة الكاملة وإعادة إنتاج مشاريع الهيمنة ذات الطابع العثماني. وقد رافق هذا الهجوم ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين تمثل في استهداف مباشر الأحياء السكنية والمرافق الحيوية ولا سيما المؤسسات الصحية، حيث تعرض مشفى خالد الفجر للقصف المتكرر مما أدى إلى سقوط ضحايا من الكادر الطبي والمرضى والجرحى وخروجه عن الخدمة بشكل كامل في خرق واضح لأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما المبادئ المتعلقة بحماية المنشآت الطبيعية أثناء النزاعات. واستكمالا لهذه الجرائم جرى تداول مقطع فيديو مصور يظهر قيام مجموعة من مسلحين بإلقاء جثمان مقاتلة من قوى الأمن الداخلي من أعلى أحد الأبنية، وفي فعل يشكل انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية وجريمة حرب متمكنة الأركان، ويمكن نمط متكرر من الجرائم التي استهدفت النساء كما حدث سابقا على يد تنظيم داعش في شنغال والفصائل التابعة للاحتلال التركي في عفرين. ويكشف هذا السلوك عن ذهنية متطرفة تقوم على العنف وإقصاء وتسعى إلى استهداف المرأة بوصفها فاعلا سياسيا واجتماعيا والانتقام من دورها الريادي في مقاومة تنظيم داعش وفي الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية، حيث شكلت المرأة نموذجا للمقاومة والصمود في كوباني والباهوز وشيخ مقصود. وأن هذه الممارسات الإجرامية تؤكد الطبيعة العنيفة وغير القانونية لهذه الفصائل وبعدها التام عن أي التزام مفهوم الدولي أو سيادة القانون، كما تظهر عجز هذه الذهنية الفاشية عن مواجهة إرادة الشعوب الحرة ولا سيما إرادة النساء اللواتي لن تلهن هذه الجرائم عن موصلة مسيرة النضال من أجل الحرية والديمقراطية. وانطلاقا من مسؤوليته السياسية والأخلاقية ندين كمؤتمر ستار بأشد العبارات هذه الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق النساء والأطفال والمدنيين، ونحمل الحكومة السورية وداعميها المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عنها، كما ندين صمت الأمم المتحدة والجهات الضامنة والمنظمات الحقوقية الدولية، ونطالب بوقف فوري لهذه الهجمات العدوانية وبحماية المدنيين والمنشآت الحيوية وفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان. مؤتمر ستار. شاهد نامره شاهد نامره جيان آزادی جن جیان آزادی